السلام عليكم، ايه الاخبار؟ دايما واحنا شغالين مع الكلاينتس او مع اي حد بتقابلنا مشاكل، او بتقابل الطلبه اللي معانا مشاكل. فبنحاول دايما نوجد لها حلول، ومن خلال هذه الحلول احنا بنحاول نقدم لكم ايه؟ حلول المشاكل اللي ممكن تقابلك. تمام، يعني هي ديت اللي انا بحاول نعمله دايما، اللي بنحاول نعمله دايما، لان احنا ايه بنشير النولج. طيب، اوكي، ايه القصه؟ القصه كلها ان في طلبه كتير، او ممكن معيدين شغالين في رساله الماستر الماجستير، حد معاه مثلا نتائج مثلا بتاعه امباكت تيست، تنشن تيست، كومبريشن تيست، وعايز يعمل لها يطابق الحاجات اللي عملها على ارض الواقع بمحاكاه على الانسز، ايا كان نوع الاناليسيس المختلف. طيب، ويبقى داخل بهدف تعلم البرنامج. طيب، اوكي، ايه القصه؟ القصه كلها ان انت ما ينفعش تعمل اي حاجه وخلاص، لازم أن تبقى داخل البرنامج بهدف، ودي في الحياه عموما يعني ان انت داخل البرنامج بهدف. فانت داخل البرنامج مثلا معاك كيس، عايز زي ما قلنا عملت حاجه على ارض الواقع وعايز تعمل ايه؟ محاكاه في البرنامج يعني. واحد تاني داخل، طالب تاني داخل بغرض ان هو مثلا ديزاينر، واحد زي مثلا كده ديزاينر، فبتقابله حاجات عايز برضو يتأكد عليها ان هي سيف من وجهة نظر الاستاتيك اناليسيس. مثلا في حد تاني دايناميك اناليسيس، في حد تاني اكسبليست عايز يدرس الفيلير. طيب، فاحنا كده ايه؟ اول حاجة حددنا الهدف. تمام، علشان نخش على الانسيس بقى عايزين نتعلم. في الحقيقة الموضوع ما بيبدأش كده. يعني ايه الموضوع ما بيبدأش كده؟ و اللي فهم الديزاين بروسيس اللي احنا دايما بنقول وبنكررها في بداية اي كورس هيفهم الموضوع قوي. طيب، ايه القصه؟ القصه كلها مثلا يعني لو انا جيت هنا مثلا، خلينا ننزل موديول الستاتيك ستراكشر اللي احنا كنا ايه فيه، ونحدد ده. اول حاجه علشان ابدا، طبعا احنا في كورس كامل في الستاتيك ستراكشر تقدروا تتابعوه يعني. إيه القصه؟ ان انت ابدا قبل ما تبدا تخش في الموديل انت بتعدي على حاجتين: الانجينيرنج داتا، ودي فيها كميه الماتيريال كلها، وتقدر انت تعرف ماتيريال جديده. تمام، والجيومتري. وبعد كده الموديل، اول ما بروح للموديل اول حاجه بنعملها هي قصه المشي. طيب، فين بقى المشكله؟ ان احنا بصددها هنعمل البلاي ليست ديت او الكراش كورس السري ده. القصه كلها ان الطلبه كلها بتسكيب، او ما بيبقاش عنده خبره، او ما بيبقاش عنده نو هاو كفايه في انه يتعامل مع الانجينيرنج داتا بما يعرف بالماتيريال موديلنج. الماتيريال موديلنج يعني ابسطها خالص السيستم كيرف. يعني ازاي لما انت تعمل تنشن تيست ومعاك نتائج المكنه مثلا مطلعه لك نتائج الانجينيرنج ستريس سترين كيرف، ازاي تحولها لترو وتدخلها على البرنامج وتعرف المناطق. يعني تعرف منطقه الالاستيستي، وتعرف من منطقه الالتيميت، المنطقه بتاعت الالتيميت اللي هي بتاعت السترين هاردنج. وبعد كده تعرف الفيلير بيحصل فين. تعرف كل المناطق ديت للبرنامج، وتاخد الداتا بتاعت التنشن تيست وتدخلها. طيب، هل انت مثلا هتعمل ايه؟ يعني ده برضو متجاوب برضو على السؤال اللي احنا كنا لسه بنشوف انت هتعمل ايه. مثلا انت عايز تعمل عمليات ميتال فورمينج، فده نوع اناليسيس تاني. عايز تدرس الفيلير، فده اكسبليسيت. فده كله من الاول يحتم عليك ان انت تفهم قصه الانجينيرنج داتا او الماتيريال موديلنج، ان انت تعرف تتعامل مع كل هذه الانواع من الماتيريال بشكل صحيح. والماتيريال موديلنج عاملاها بالظبط زي قصه البارت موديلنج بالظبط، اللي هو ايه؟ انا عايز اختار الماتيريال بشكل صحيح، بحيث انها تبيهيف في السيميليشن بتاعي زي ما بتبيهيف في ارض الواقع. ده السطر اللي انا قلته ده اختصار قصه الماتيريال موديلنج. تمام، فانت محتاج اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما تخش اي انواع اناليسيس يعني تقريبا، يعني ما عدا الفلوينت هو اللي ما فيهوش تعريف للماتيريال. تمام، انا بتكلم من وجهه نظر الاستاتيك. اول حاجه تعرف تتعامل مع الانجينيرنج داتا. تعرف تتعامل مع الانجينيرنج داتا، والانجينيرنج داتا ديت كل يعني في حاجات بيزكس درسناها في كليه كتير، بتبان بقى قصه هنا ايه اللي فاهم ومش فاهم. دي اول نقطه. تاني نقطة الجيومتري. هنا في برنامجين رسم، السبيسمن والديزاين موديلر. في الحقيقة أنا بتعلم، هنستخدم الديزاين موديلر في البلاي ليست ديت. ولكن يعني السبيسمن الواحد اكتشف ان هو ايه بيسيميليت عمليه الرسم بشكل بسيط شويه، بس هو الفكره ايه؟ ان احنا اتعلمت على ديزاين موديلر فايه فلبست فيه على طول يعني. تمام، وفي اصلا ان انت امبورت جيومتري
من اي كات فايل تاني، تحفظها بصيغه اي جي اس زي ما انا عامل هنا كده في شغلي، وايه وتستخدمها عادي. القصه بقى ان انت هنا لازم تتعلم ترسم كات فايل على الانسys. ليه؟ لان في حاجات كتير قوي في الفلوينت وفي الاستاتيك، في زي ما تقول كده ايه، الديزاين موديل يعني اللي خد انسي ستاتيك مثلا حاجه زي فيز سبليت مثلا، في اوامر كتيره بنعملها هنا في ديزاين موديلر بتسهل علينا في الموديل. يعني انا لحد دلوقتي مثلا او لحد فتره قريبه ما كنتش بعرف استخدم ديزاين موديل بشكل احترافي، فكنت برجع اعدل على الكاد، انا بستخدم سوليد وركس او انفنتور، اعدل على السوليد وركس او الانفنتور وارجع امبورت الجيومتري تاني واعدل من تاني. لا، العمليه لو استخدمت الجيومتري هنا ديزاين موديل مثلا في عمليه الرسم، الموضوع بيبقى بسيط، ان انت تروح تعدل وترجع تاني في ثانيه، والبرنامج بيابديت معاك على طول، غير لما تعمل له امبورت الجيومتري من بره او تدخلها وتقعد تعدل عليها، فقصه. تمام. فدي القصه كلها، ان انت تعرف تتعامل مع الانجينج داتا بشكل صحيح، وتعرف تتعامل مع ان انت تعمل جيومتري بشكل صحيح. القصه الثالثه بقى والمشكله الثالثه قصه الميشنج. قصه الميشنج دي بتاخد فيها كورسات لوحدها، ازاي تعمل مش بشكل صحيح، مش يطلع لك فعلا حاجه كده رياليستيك، حاجه كده قريبه من اللي بيحصل فعلا في ارض الواقع. مش نقعد نصغر اليمنتس وخلاص لحد ما هو طول وقت الحل يبقى يومين، ونقعد جنب البرنامج نعيط، ونقعد جنب الجهاز بتاعنا ايه يعيط، خصوصا لو الجهاز بتاعك ايه على قده. تمام. تمام. فهي دي المشكله ان طالب عايز يخش يتعلم حاجه، واللي عايز يخش في قلب الموضوع على طول. لا، احنا ما بنخشش في قلب الموضوع على طول، في شويه حاجات كده بنبدا نتعلمهم الاول وبعد كده نبدا نخش في ايه موضوع الاناليسيس. يعني انا مش هبدا اتكلم في الاستاتيك اناليسيس او في الموديل او في الموديل هنا مثلا ان انا ابدا اصاين لود واصاين ماتيريال واعمل الميشنج وكل القصه دي في الموديل. لما ما عملتش الاثنين دول بشكل صح، ما خلاص، ما انت ما خلاص كده باظت منك. انت فاهم ازاي؟ فهي القصه كلها عشان تتعلم انسز لازم تتعلم قصه الماتيريال موديلنج بشكل صحيح، ازاي تعمل ماتيريال موديلنج بشكل صحيح، ازاي ترسم على احد برامج الرسم اللي احنا قلنا عليهم، وزي ما قلنا احنا هنستخدم ايه الديزاين موديلر. وقصه ايه الموديل بقى، قصه الميشنج ان انت ازاي تعمل مش صح، مش بشكل صحيح. والقصه بقى كلها من الاول تجاوب على السؤال انت داخل تعمل ايه، لان انت لو داخل تعمل اي حاجه وخلاص في اي بتنجان مش هتعمل اي حاجه. يعني وتفهم نوع الاناليسز، يعني تفهم نوع الاناليسز، ايه الفرق بين الستاتيك والفرق بين الدايناميك، وفي ايه الفرق بين الاكسبليسيت والانواع الداينامكس الثانيه المختلفه، وايه طبيعه اللود اللي على الجسم بتاعك. تمام. فايه دي كل ايه القصه دي مقدمه. طيب، اللي انا قدامي ده مثلا انسي ستاتيك، دي هتبقى المرحله التعريفيه. ده اللي انا قدامي دلوقتي على كده اسمه انسي ورك رينج. طيب مثلا واحد تاني بيستخدم انسيس فلوينت. ايه القصه بقى بتاعت انسيس فلوينت؟ اللي هو الناس اللي بتعمل المحاكاه السيف دي والقصه دي، شويه ميه ماشيين في ماسوره فعايزين نحسب السرعه وانتقال الحراره والقصه دي. طيب احنا ممكن نيجي هنا مثلا ونقول انسيس فلوينت. طيب ده انسيس ايه فلوينت. ايه الانسيس فلوينت؟ زي ما قلنا القصه بالظبط، انت لازم ان الجيومتري والمش دول ثابتين معاك على طول. طيب احنا دلوقتي ممكن اصلا نعمل الحاجات دي بشكل فردي، بشكل انديفيدوال. ازاي؟ يعني ممكن نيجي هنا على الجيومتري، ننزل نكليك على الجيومتري. يعني انت اصلا ممكن تعلم الجيومتري بشكل صحيح الاول من قبل ما تخش انواع الاناليسيز، عشان هو كده حاطط لك ايه زي برنامج لوحده يعني. طيب وبعد الجيومتري ممكن نجيب المش، وبعد المش مثلا ممكن نجيب الفلوينت، وبعد كده الريزلتس. ادي فلوينت. تمام. وبعد كده الريزلتس. تمام. وبقى ايه ممكن تعمل عمليه شيرنج بقى. يعني ايه مثلا ممكن اجيب الجيومتري اقول له ايه، لا انا عايز اعمل شيرنج هنا. تمام. فينقلها لي هنا وخلاص. بعد الجيومتري تخش لي بقى على قصه السيت اب بقى، خش لي من هنا على السيت اب. تمام. ومن السيت اب بقى خش لي على قصه الريزلتس. تمام. ادي ايه القصه. فانا كونت من ده ايه لده. يعني انا عملت ده ليه؟ علشان افهمك الموضوع بيمشي ازاي. يعني هو الموضوع بيمشي ازاي. اول حاجه الجيومتري، بعد كده المش، بعد كده ايه تخش بقى على القصه ايه وتعمل بقى ايه الاناليسيس ايه بتاعتك. طيب ديت حاجه. طيب ممكن نيجي حاجه تانية، ممكن نسلكت دولت كده وندوس ديليت. لو عايز سلكت حاجه بسلكتها كده مثلا او كده، اي حاجه ايا كان يعني. تمام. اتغيرت لونها اقدر امسحها، ادوس ديليت وامسحها.
طيب مثلًا إيه تاني؟ عايز أحفظ مثلًا يعني كنصيحة كده قبل ما تبدأ السيف تبدأ الشغل يعني، احفظ الproject بتاعك، يعني أنت رسمت كده ابدأ احفظ الproject بتاعك، ممكن control S عادي بتحفظه. طيب حاجة تاني، في حاجة تاني بتقابلنا نقطة تاني مهمة، قصة الfile archive يعني إيه بقى؟ أنت مثلًا ساعات باشتغل إمكانيات الجهاز بتاعتنا بتبقى تعبانة في موضوع الsimulation يعني إيه؟ يعني مثلًا أنت مثلًا بتاخد الحاجة من على جهازك وتحطها على جهاز تاني بprocessor أعلى، لإن في مسائل حرفيًا بتاخد أيام عقبال ما تتحل على الجهاز، ودي مش مبالغة، ده عادي ممكن تاخد مسألة 300 ساعة، 400 ساعة، في مسألة ممكن تاخد يومين، على حسب بقى القصة بتاعتك أنت بتعمل إيه. طيب بنعملها إزاي؟ بنيجي هنا عند file وبتحفظها إيه كarchive تمام، بتحفظ الموضوع بتاعك إيه كarchive. فخلّينا نرميه على الديسكتوب دلوقتي عشان كده هامسحه في أي حاجة. أول ما حفظته بيدّيك 3 option، ال3 option إن هو إيه، إن أنت عايز لو أنت عملت موضوع simulation وادّاك نتايج تمام، فأنت بتselect ديّة. وتاني حاجة قصة الimport الfile، يعني أنت رسمت geometry فلازمًا تعلّم على ديّة، ليه بقى؟ لإن أنت لو الgeometry مش موجودة على الجهاز هناك، فالجهاز اللي أنت رايح تكمّل بقى عليه قصة الsimulation أو تدّي له الحاجة عشان يحلّها، مش هتلاقي geometry، الموضوع هيبقى صعب، فبتدوس هنا وبعد كده بتدوس archive. دي قصة برضه قصة، يبقى إحنا دوسنا في قصة الحفظ وقصة الarchive. بس كده، فيعني دي كانت مقدمة سريعة ويعني حل للمشكلة اللي ممكن تقابلك، وبعد كده إن شاء الله هنمسك بقى إيه الجيومتري، هنمسك بقى الديزاين موديلر ونبدأ إيه نفصله بقى واحدة واحدة، إزاي بقى نعمل CAD اللاين بادي، السيرفيس بادي، السوليد بادي، ونتكلم بقى في كل أوامر إيه الCAD فايل، وكل أوامر الCAD فايل تقريبا هي موحدة، بس هي الفكرة أماكنها مختلفة، طريقة التفكير بتاعة البرنامج ممكن تكون مختلفة شوية عن السوليد أو الانفنتور، لو أنت على حسب أنت متعود على إيه. تمام، وكل القصة ديّة، نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.